لو جينا نركز في حياتنا شوية هتلاقيكي بعض الوقت شوية مش مبسوطة ومش سعيدة. الوضع ده عادي خالص. السعادة لها أشكال مختلفة. السعادة بتختلف من واحد للتاني. يعني واحد ممكن عنده السعادة مثلا في سفر، السعادة في خروجة معينة، إنه يقعد مع العائلة قعدة حلوة ممتعة. السعادة عند واحد تاني في الفلوس. فالسعادة لها أشكال مختلفة. السعادة لها أشكال مختلفة. في واحد بيعتبرها في سفر، في واحد تاني يقول لأ في أكلة معينة، واحد تاني يقول لأ في خروجة، واحد تاني سعادته في الفلوس. عاوزين نفرق بين حاجتين، بين الانبساط وبين السعادة. الانبساط زي ما قلنا في خروجة معينة، في سفر، في فلوس، في حاجة معينة. لكن السعادة إحساس داخلي داخل الإنسان، من جوه الإنسان، بينبع من داخلك انتي. الإحساس بالسعادة الحاجة حصلت من خلال الحواس الخمس، خلال التذوق، اللمس، السمع. فالشعور بالسعادة والاستمتاع عمر قصير. زي لما تاكل مثلا حتة شوكولاتة أو حاجة مسكرة، انت خلاص حسيتي بالسعادة في اللحظة دي، حسيتي ان انت سعيد، بس لحظة مؤقتة وبتروح بسرعة. يعني لما بتاكلي قطعة من الشوكولاتة بتحسي كده بالطاقة والسعادة والحيوية، دي فترة مؤقتة، لحظات معينة وبتروح بسرعة. فالسعادة هي شعور بالسكينة والاطمئنان والراحة، وإن أنا أتحكم في الأفكار اللي بتيجي على دماغي، على عكس الاستمتاع. الاستمتاع ده بيكون متعلق بشيء مادي، أنا بستمتع بيه بالحاجة دي في وقت معين في زمن معين. أما السعادة دي بتنبع من داخلي. السعادة دي شيء داخلي مرتبطة بالحالة الذهنية، الحالة الذهنية والحالة الروحية. أما الاستمتاع فهو مرتبط بالأشياء المادية، اللي أنا بستخدم فيها الحواس الخمسة. أهم حاجة السؤال اللي احنا عايزين نسأل نفسنا بيه النهاردة، إزاي أكون سعيدة؟ أو ممكن نسأل نفسنا بشكل تاني، إيه هو سبب زعلك؟ أسباب الحزن أو أسباب الزعل يا إما حاجات خارجية يا إما حاجات داخلية من داخل الإنسان. العوامل الخارجية اللي بتكون صعب إن احنا نتحكم فيها شوية، إن دي عوامل هي وقعت علينا. عوامل خارجية زي فقد عزيز، زي خسارة مال أو خسارة أي شيء، دي عوامل خارجية. لكن العوامل الداخلية دي مرتبطة بالتفكير. يبقى أنا السعادة عندي مرتبطة بحاجتين، يا إما عوامل خارجية يا إما عوامل داخلية. لو سألتك نقول أخطر، العوامل الخارجية اللي بتأثر علينا ولا العوامل الداخلية؟ فكري كده. طبعا اللي أخطر ما يكون على الإنسان وبيأثر في سعادته هو على العوامل الداخلية. يعني إيه العوامل الداخلية؟ يعني تفكير الإنسان ده هو يا إما سبب في سعادته أو سبب في تعاسته. عاوزة أقولك إن ممكن يكون الموضوع بسيط، بس انت بتديله مساحة من التفكير كبيرة جدا جدا جدا، فممكن الموضوع يتضخم ويبقى تديله أكبر من حجمه ويشغل وقت كبير جدا من تفكيرك، وده غلط. وده ممكن يكون هو مصدر التعاسة، إن الإنسان يعيش في حزن، تعيس، حاسس إنه هو حزين، ما عادش سعيد زي الأول. ليه؟ لأن احنا في مواضيع بنكبرها وبنضخمها أكتر وبنديها حق أكتر من حقها. تعالوا نفتكر الآية دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين. الآية الكريمة التانية بتقول: ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. صدق الله العظيم. ولازم نكون عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في تعب ومشقة، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. فهي دي الدنيا، دار اختبار، دار ابتلاء. فإدراكك إن الدنيا زائلة وإن الدنيا متقلبة وإن الدنيا كل يوم بحال، زي فصول السنة الأربعة، من شتاء لصيف، من خريف لربيع. فالدنيا متقلبة، هو ده حال الدنيا. الليل ما بيستمرش ليل على طول، الليل بيخلص بيجي بعدين نهار، في تغير دائم. فإدراكك لكل ده بيهون عليك الشدائد، فبتكوني قادرة تتعاملي مع المواقف الصعبة لأنك عرفتي حقيقة الدنيا. فإحنا هنا مع بعض علشان نحاول نغير ونبدل في حياتنا،
بدل ما أعيش في المعاناة ليل نهار، أغير طريقة تفكيري، أغير طريقة استيعابي في الأمور، أحاول أركز على الحل. تعالي نعرف إزاي مع بعض نقوي طريقة تفكيرنا ونقوي نفسنا بدل ما نكسرها. كلنا أكيد بيحصل لنا مواقف، والمواقف دي بتاخد أكبر من حقها ساعات، بنقعد نفكر فيها بشكل زائد وبشكل يومي. حد قالك كلمة، حد قالك كلمة ضايقتك، حد قالك كلمة جرحتك، حصل موقف ما، في موقف اتحركتي فيه، فكل ده كأننا عايشين في دوامة مستمرة، وعقلنا يفضل يزن في الموقف ده، يجيب لك من أوله لآخره، طب مين حصل، طب مين، وإيه السبب، وإيه الحل، طب لو كنت عملت كده مش كان يبقى كده أفضل؟ فالحقيقة اللي بنفكر فيه ملوش لأي لازمة دلوقتي. المشاعر بتتغير، الناس بتتغير، المواقف بتعدي مليون موقف وبيجي غيره. فاحنا محتاجين نسيب الحاجة من غير ما نفضل ماسكين فيها بعقلنا. أنا عارفة إن ده مش سهل، بس أول ما بتعرفي إن كل حاجة مؤقتة وزائلة بتحسي براحة نفسية، بتحسي بالطمأنينة، هتعرفي تسيب الموقف من غير أي وجع. زي أيام كتير بتصحي من النوم بتقولي أنا مزاجي وحش النهاردة، طبعا أنت مش عارفة إيه السبب، هو بدون أي أسباب كده أنت ربطتي سعادتك بمزاجك. فده الخطأ، إن أنا أربط سعادتي بأي شيء. الصح إن أنا مربطش سعادتي بأي شيء تماما. تفكيري ده ملكي، أنا اللي حدد. ما تربطيش سعادتك بحاجة معينة أو بحد معين. هنحط مع بعض النهاردة بعض الطرق الذكية اللي تخليكي تتحكمي في مزاجك بدل ما تتحكمي في الظروف. أول حاجة، لازم نتسامح مع الواقع اللي بنعيشه. خلي بالك، التسامح مع الواقع ده مش ضعف، ده قوة. زي ما بتقومي الصبح بتطمني على مامتك أو بتطمني على حد من قرايبك أو من أصحابك، لازم تقعدي كل يوم الصبح مع نفسك ولو 7 دقايق تطمني عليها، تشوفي مالها، تشوفي بتفكر في ايه، تطوري من نفسك وتخليها للأفضل. ما تخليش تفكيرك في الحاجة السيئة هو اللي يعكنن عليكي وهو اللي يسبب لك الحزن، وتفضلي تقولي أنا مزاجي مش حلو النهاردة، أنا كذا. ما تربطيش سعادتك بأي حد وبأي شيء. ملخص الكلام إن أنا لازم أتسامح مع الواقع اللي أنا بعيش فيه، علشان ده قوة مش ضعف. تاني حاجة، إن أنا يكون عندي يقين إن الدنيا دي متقلبة زائلة، ما هي ثابتة على حال، كل يوم بحال. قوة تقبل التقلب دي بتساوي راحة، إن أنا متقبلة إن الدنيا فيها تقلب، فيها تغيير. فطرق بسيطة كل يوم أنا بعود نفسي عليها وبخليني أتقبل الواقع وأتسامح مع الواقع اللي أنا بعيشه، ده بيديني راحة. كان في ملك عنده وزير حكيم، كل ما يحصل حاجة الوزير يقول لعله خير. في يوم من الأيام كان الملك بيقطع فاكهة، وهو بيقطعها بالسكينة اتجرح صباعه، فالوزير قال لعله خير. فطبعا الملك اتضايق جدا وقال له أنا صباعي اتقطع وانت بتقول لعله خير؟ فأمر الملك بحبس الوزير، والوزير جاي يدخل السجن قال بكل هدوء لعله خير. عدت أيام والملك خرج في رحلة للصيد، وفي وسط الغابة جه عليه مجموعة من الناس بيعبدوا الأصنام، وخطفوه علشان يقدموه قربان. لكن لما جم يبصوا لقوا صباعه مقطوع، فقالوا لأ، القربان لازم يكون كامل، وسابوه مشيوا. الملك لما رجع القصر كان مصدوم وقعد يفكر ايه اللي حصل ده، يعني صباعي علشان كان مقطوع هو السبب اللي ما خلانيش ان انا اتقدم قربان؟ راح بسرعة للسجن وراح للوزير وقال له كنت عندك حق فعلا، اللي حصل كان فيه خير، بس قولي انت ازاي بتقول لعله خير وانت اتحبست؟ رد الوزير وقال يا مولاي، لو ما كنتش اتحبست كنت هروح معاك رحلة الصيد، وكانوا هيلاقوني سليم وياخدوني أنا قربان. الرسالة هنا، كل حاجة بتحصل حتى لو شكلها وحش ممكن يكون في مضمونها الخير،
والخير ده احنا مش شايفينه. ربنا يبعد عنا البلاء، فخلي دايما عندك يقين لعله خير. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو وعايزيننا نكمل السلسلة مع بعض، يا ريت نضغط لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لنا كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.